ذات الرداء الأحمر هي كانت حكاية فولكلورية، وأول حد كتبها كان شارل بيرو، ونهايتها الحقيقية كانت إن الديب بياكل الجدة والبنت وبس كده. جم الأخوان جريم الوالت ديزني نحت معظم قصصهم زودوا عليها، وعلى فكرة ما كانتش ذات الرداء الأحمر، أمال كانت إيه؟ تعالوا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. كده ما كانتش ذات الرداء الأحمر، هي كان يا مكان كانت بنت محبوبة من الكل، وجدتها اللي كانت بتحبها قوي هدتها طاقية حمراء، ومن كتر حبها فيها بقت على طول لابساها، وبسببها كانوا بينادوها بذات القبعة الحمراء، أم طاقية حمراء، أم طاقية حمراء، الهانم البيضاء والهانم السمراء. وفي يوم أمها ادتها مجموعة فطاير وإزازة نبيت، وطلبت منها انها توديها لجدتها اللي كانت تعبانه وضعفانه. طبعا ما النبيت مفيد للصحه جدا. المهم الام اكدت عليها تروح على هناك على طول، وكانت الجده بتسكن في الغابه اللي على مسافه نص ساعه من القريه. مشيت ام طاقيه حمراء زي العسكري على طريق الجده، ولما وصلت للغابه قابلت ديب، وهي ما كانتش تعرف انه مفترس وشرير، فما خافتش منه، ووقفت اتكلمت معاه، سألها رايحة فين وشايلة ايه، وقالت له كل حاجة، وحكيت له حكايتها ولا كأنه خالها. ومش بس كده، ده لما سألها جدتك ساكنة فين قالت له عادي جدا، فطلب منها تبص حواليها كده بدل ما هي ماشية زي العسكري وتشوف الورد والطيور. ففكرت البنت بما انها ماشية في الغابة كده كده هتوصل لجدتها، هيحصل ايه يعني لو دخلت الغابة وعملت لها بوكيه ورد يفرحها. وسابها الديب تنقي الورد، وراح هو على بيت الجدة، خبط عليها وقلد صوت البنت، فالجدة قالت له يفتح الباب ازاي لانها مش قادرة تقوم. احيه، فدخل اكلها من غير ما يسمي ولبس هدومها ونام مكانها، وكمان قفل الستاير علشان يضلم البيت، ولما البنت تيجي ما تعرفوش. ووصلت ذات القبعة الحمراء، واستغربت ان باب الجدة مفتوح، ولما دخلت حست بالخوف وقربت من السرير واتكلمت مع الجدة اللي هو الديب، وفجأة راح نطت واكلها. والله اكلها. هنا بتنتهي نسخة شارل بيرو، لكن الاخوان جريم بيكملوا بان الديب شبع بقى وريح على السرير يهضم لدرجة انه نام وشخر، وكان بيعدي من جنب البيت صياد سمع صوت الشخير واستغرب، فدخل يطمن على الجدة، لقى الديب نايم، وقبل ما يضرب عليه النار فكر انه اكيد الديب ده اكل الجدة، فراح ماسك مقص وفتح بطنه وطلع البنت وهو نايم، وخرجها من بطنه عايشة، وكمان قالت له ان هي كانت مرعوبة وهي جوه بطن الديب، وقص تاني طلع الجدة والديب نايم عادي. قامت البنت جابت حجارة ملت بيها بطن الديب، كل ده وهو نايم، ولما فاق حاول يهرب، بس تقل الحجارة خلاه ما يعرفش يتحرك ومات. قام الصياد سلخ جلد وخده على البيت، والجدة كلت الفطير وشربت النبيذ، وتعلمت ذات القبعة الحمراء الدرس، وانها تسمع كلام امها. وفعلا في يوم تاني كانت رايحة لجدتها وقابلت ديب تاني غير اللي مات، التاني خلاص مات واستلخ، لكن ما سمعتش كلام الديب الجديد ده، وراحت قالت لجدتها، فقفلوا على نفسهم واستنوا، وجاه الديب وخبط بس محدش رد عليه، قام لافف حوالين البيت وراح ناطط على السطح عشان يستنى البنت تطلع فيفترسها. بس الجدة فهمت اللي بيفكر فيه، وكانت طبخة سجق في حلة كبيرة، طلبت من البنت ان هي تطلع الحلة اللي فيها مرق السجق على الباب. الديب شم الريحة ومد رقبته، راح واقع في الحلة وغرق، ورجعت البيت وعاشوا في تبات ونبات وقتلوا كل الحيوانات. الاخوان جريم الالمان دول بجد نفسي اقابلهم، اقعد معاهم كده واقول لهم ايه بجد الاطفال احباب الله، مش كده. انا طفولتي اتدمرت مع كل قصه بقراها، وحاولوا تقروها، ولو ما عرفتوش اديكم خدتوا مختصر مفيد عنها، يمكن يساعدكم الفيديو ده في يوم من الايام انكم تقروها. واشوفكم قريب بالمختصر المفيد مع احمد حسن.